والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم سنتكلم حول بعض الدروس والعبر مما جرى في غزوة أحد إن شاء الله. ماذا نستفيد وأي دروس لنا موجود في هذه الحادثة العظيمة الجليلة؟ برايد عزيز أفحفتاني أم هناكي درس حكمته تشتكو فائدته ده هي حرب أحد أميكي درساج بيبقرن مقصد رو عول دا جيمه بازار کی بارا کرده اما گوتی حیات پیغمبر امن بجن نجبونه که هم زمان خود در باز کنه تاریخ کی هم واقعین و حکایه نه درس و حکمت وی تاریخ هانه چنه اما چه فایده جبدینن چه نصیحت وی حیات پیغمبر هانه دهنه لو را حیات وی پیغمبر بخو خدا عز وجل دبجه اف پیغمبر رهبر و قدوه و بکرمانجی ام کردی خود بجه مام هستای و یعنی لدوبی پیغمبر یعنی هرن عبرت حیاتوی بگرن نصیحت جه فهم بکن لوم هم حیات پیغمبر تین زمان هدف و غایه ام هنکی درساج حیاتوی پیغمبر یعنی بگرن فهم بکن که چه استفاده تیده هیا. امر نقف عليه دقيقة هو الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحرب قال للصحابة رأيي أن نبقى في المدينة، ولكن الصحابة قالوا نخرج. الله أمره بالاستشارة، والرسول كان يستشير صحابته في غير أمر الله عز وجل. إذا كان أمر من أمور الله خلاص لا احتراض، والصحابة كانوا يسألون إذا يقول لهم النبي أهذا وحي من الله أو أمر من النبي أم شيء طبيعي فكرة طبيعية؟ لو قال لهم هذا فكرة طبيعية يقول هذا رأي آخر ولنا رأي أحسن من هذا الرأي، فالصحابة قالوا رأيهم والرسول تنازل عن رأيهم. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم لو قبل الصحابة رأيا آخر غير رأيه لم يكن من عادته يقول خلاص أنا زعلان منكم، لا، مرة أخرى يعينهم على فكرتهم حتى ينجح هذه الفكرة. أما اليوم أحدنا حينما يقول كلاما وإخوانه يقولون رأيا آخر والناس يذهبون وراء الرأي الآخر، نحن أصحاب الفكر الأول نغضب أحيانا ونتمنى في الداخل أن يفشلوا. لماذا لم تقبلوا برأيي؟ أتمنى أن تفشلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا، إذا لم يقبل رأيه كذلك يعينهم حتى ينجحوا، وقد عمل هكذا في بداية الحرب، ولكن الصحابة أخطأوا فأصابهم ما أصابهم. هذا شيء مهم علينا أن لا نكون أنانيين، لم تقبل رأيي خلاص إن شاء الله تفشل، لا، ليس هكذا. رأي آخر سأعينكم بما أملك من العقل والخبرة حتى تنجحوا كذلك، لأن الأمر هكذا. درسك مهم دسبيك دام يجبر بيجن كورا بيراوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بريا هر حرب أحد صحابي را قبل فكرة من أبا كو أم المدينة بمين أم در نكبن فكرة من أبا صحابي جيقو والله متخوازن در كبن تشتكيش بير وانكن أنا نبج واو صحابي چما بأمريا پیغمبر كنا بأمريا نكرن پیغمبر خدا جيرا امرت که دگو بوانا بشه ورا استشاره بکن بدنو بستینن یعنی استشاره بکن. خدا به اسلام دا وی تشتی جمرات دبیجه تشتی که امر خدا و پیغمبر به احتراز تنه وکی دی تشتی که نورمال به ای دنیای به یعنی ساندنه کی فروتانه کی ری کی آوا کرنه کی خبر دن فکره و بره به اری کی ای ناتد به چه ادوجم چه جواب باشه بدنو بستینن. پیغمبر جی پشت کل سروی آیت آنه بوان را استشاره کر ام بکن ام نکن صحابیا بپرانی گونه ام درکبن درکبن تشت مهم چیت فردا. پیغمبر اگر که فکراوی ناتا قبول کرن طبعا فکراوی نورمال ها نه فکر امر خوده نه فکر کی دگو اوا صحابیا دگو اوا باشتره دگو تمر و کوابه یا جی وزانن اگر که فکر کادی قبول بکرن پیغمبر دگو تمام سرچعبا دا ایجاز آریکاری و بکن چه پیلان و پروژه باش هنه ام بکن جبان ام سر بکن فکر خجار قدی جوان را دگو اما ام چت کن که فکر منات قبول کرن ام دل خدا خو عاجز تکن او یک عاد دویا او جی گلک جمع کار و خبات تکن دبی انشالله وزرار بکن انشالله وزرار بکن هنه کی پچکی افندینه کار و خبات ناکن لدل خدا دعایات کن انشالله و رزیل ببن انشالله بسر نکب خیره برا ملت بزن بک فکر من راستر بو برا ملت زانه من باشتر کیه و قدری ام نکد ازرار کن را چاوی در کبر استیا بشکی برا مالا و خراب به پیغمبر نه افو پیغمبر دگو فکرم قبول نکر بلکی فکر و دیه بزرار تنه ده ایجا دگو او خاصه فکر من اش فکر خوش وارا بشم
پیغمبر پشتی کو فکر اینه داد قبول کردن فکر کادی ایجا هرچی پلان باش لجن پیغمبر و نوی پلان جوان را دکو اما واب کن تام و گو ام دویره هانه دانش ام دویره دارن تام دویره دام هرن لبرا اواکینو ام بکن جبون ام سر کفن ام ضرار نکن بلاکی نیسری ما ایرو ام چد کن و فکرم قبول نکرد نه هذا ان شاء الله مالا وخرا به و رازیل ببن ان شاء الله براملات داویه فهمك يكم تشكر حيرا پشتی مالا مخرا بو يعني ام بجن یک خوازات في ريحانه دهر ادید بنا به في ريحانه دهر اه تكاتي تجي بان را چوي او جامر سياره اجو تو سياره وان قلبي او ندای حبمرن چت که برکاته يعني چه قازانده چته ده تشکیتنه مادام که امهرن پشتی که امته دهرن ازی فکر خو بجم نصیحت خوب کن پیغمبر جی وها کرد صحابیه فکر ویا مکه مدینه قبول نکرد چون پیغمبر گفت تام یا فکر کادی اما وها بکن اما بسر کفن اولا بسر جکتن داوود سا خربته کی چیبو کیمانی کی چیبو مسلمان ضرار کرد یعنی براویه قانون جمع هبه فکر مد جهه کدانات قبول کردن فکر حواله ماهات قبول کردن ام تی سالی کاری اون بکن جبونه بسر بکفن ام دبني دا جوانا تعلقي تشينك ونخنه كبر مالا تخرب بها بر ملات زانبكو من راس خبر دنا حيره ام قالك جرى وهات ان شاء الله راضي ببن ان شاء الله بسرنا كبر خيره يبقى فكرهم قبولنا كلمه تقول نا واقول اريا بكن نا ابيا اخلاقي اسلامي ابيا جبير بانكن برا دبي سري هاني دا ورا قيد كرن ام جواكا پیغمبر خوب کن علیه الصلاة و السلام تشته کو حواله مگوت ما نگوت بجی مادام جماعت استشاره وها قبول کرد امتی سا فکر خویا باش بیجن جبونه ام سرب كيفن زرار نك ابيا درس عول جبيت اشتياني انفع بكم وهناك دروس مهمة جدا في هذا السيرة. اولا ايها الاخوة الافاضل القرآن الكريم او الله عز وجل تناول هذا الموضوع بشكل من التفصيل وذكر النصائح وحذرهم وبينهم ونصح لهم. هذا جيد وهذا مش جيد. اول الدروس الذي نفهم الله عز وجل يحث المسلمين على أن يستعلوا قليلا يعني ارفع مكانك شوية. لماذا أنت ترى كل شيء بعين الدنيا؟ خلاص لا داعي إلى هذا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يعني لماذا أنت تبكي على الدنيا؟ استشهد كم واحد فليستشهدوا ذهبوا إلى الجنة. لماذا أنتم هكذا؟ على المسلم أن يكون عالي الهمة قليلا لا يستسلم. الله يدعو المسلمين إلى عدم الحزن. ارفعوا من معنوياتكم لا داعي إلى الحزن والألم وهكذا. لا ينبغي لكم أن تكونوا هكذا لأنكم من أهل الإيمان. هؤلاء من أهل الكفر. أهل الكفر لا نجاح لهم النجاح المطلق ولكن أهل الإيمان النجاح المطلق لهم بإذن الله تعالى. درس عول قالوا جماعة في حربهانه درس عول خدا عز وجل مسلمان راد بيجا كلو شعبي خفكن ها او خاصه خب مورال زانشنا مورال اخرى نكن همته خب لم بكن دل خب برزه بكن او خا ايجاب ناك ونخب ترسينن ون اهل ايماننا اهل ايمان مقام وان بلنده بيويس ترس وتسليميته ناك براجيه مقام وان بلند بقانون خدا هنا قانون خدا یک و یک تك دو تك چار و چار تك 8 قانون خدا افنه وان قانون هانه زانبن ون خودی ایمان نه خودی ایمان هر ابسر بکن چه پیوست که ون دل خود شوتینن ون وهات کن خدا لو مج مسلمان اد بیجه خمگین نبن محزون نبن دل خود شوتینن ون اهل ایمان نه شهید ایوا شهیدن چن جنت ای کافرایدن ون اهل ایمان نه چه قصف ترسان الجموع چه بیا محزون بونا والله الله پیوست ناکه یک درسك معنوي خدا عز وجل ددبان مسلمان يعني كواين كي همت اخو بلن بكن وبزان بنون اهل ايمان اي كافر هر بچن جهنمي كافر لورا كافر لهمبر خدا و پیغمبر خدا دركتنا اي لهمبر خدا و پیغمبر دركبن او هر ضرار ادكن فياش عقل خدر نخن ون هاتمن كشتن جون بريندار بو بنجي وتي ضرار نكريه لورا ايمان و خدا هي ايمان و پیغمبر هي ولهمبر خدا در نكتنه انت شتي مهم كو ايمان و دسته ودايه ابي درسك اعمازنه كو ام مثلا الدنيا ده مسلمان مجانا چت كني كي انسان ما يود ابي انسان هانه زنگينه پريوي هنه ملت جي حسد كب عقله طياره چكري اهره ايمان يبخده هي نا ايمان يبخده اي طياره چكري ها تشد بيجي دبي بان تشتا چكري اره اي مهم جم خدا ايمانه ابي كبرای خدا قبول نکریه چد كبره بك خوازي برا توكي درمان واکسین کرونا هبون یا درزی خوازی توکی درزی براوی درخست بلو خوازی توکی فقیر دنیا بر او پر ابدوان
ما دام إيماني بخديتنا برب عالمتنا بحشرتنا بجنة خديتنا چه فايدة؟ درس أول خدي بيا دمه دبي أبي مهم إيمان أبى بخديها به ود إيمان أبى بخديها وأنا إيمان أم خديتنا بسر بك مني هر زرار كنا وش ما وقاسا محزون دبن دل ياخذ شوتين أبيا يك. الأمر الآخر الله عز وجل يسلي المؤمنين يعني تسلية كما تعلم مثل العزاء. إذا أتاك مصيبة فينبغي أن تسليه وتنصحه وتبين له بأن مقامك أعلى. فالله عز وجل قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني قد أصابهم مثل ما أصابكم في بدر وقد أصابكم هذه المرة في أحد ولكنكم ترجون من الله الشهادة وهم لا يرجون الشهادة. خلاص يعني لماذا هكذا الانحباط والخوف والزعل والهلع؟ الله عز وجل يقول هذا لا ينفع، خلاص هكذا لا ينفع. يعني الله عز وجل يبين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا يجري. قالوا بسرعة بسلمان نقطة كادنه خودش بسلمان را دبیجه جاب سگ قانونه کی خوده می چند دقیقه سربیاش گره بسن نقطه هاتی داشی دنیا رو کیشتره رو کیجه کی دیره دنیا ساکنات زفره وای هر دم کیفاتنه نه ایجا خودش بسلمان را دبیجه یعنی هفته حبجو هاتن کشتن ایوان انسانش هفته حبجوان بدره ده هاتن کشتن دنیا وای هفته حبوان هاتن کشتن ای هاتن کشتن جی معظم بون الله بون ای وای جی نورماله. يعني بلاكي كاتبه سري وهاتيه سري وانشي خزيده خبچوك ندينه خزيده عاجزي نكن بلاكي سري جيرانتش يعني جيرانته بلاكي هاتبه سري وهاتبه سريتش تمام نورمال قانونكي هاتيه سري وها سريته ليه قوتش تكيديش بيروانكن ايوه چن جنته شهيده وچن جنته وان چن جهنمي يعني وچ ما قاسا خو محزون دكن عاجز تبن خمگين لبن دلي وچوته ايوان جامعه ایمان هم خودتنه خدای قبول نکرنه و هفته حبجوان جهاتن کشتن آن اجین کی دیات نکشتن ایوه خدای عز وجل وانچینه جنته وانچین جهنمه ليش بيرفانه كن بلا كاتبو سري وانشي نورماله ابي اجدر ساكادي كو مسلمان هنا كوا اشتيا كيف يوره دلي يقش برول كامبه. امر اخر كيفيه المعالجه للاخطاء. في بدر كذلك حصل خطأ عند المسلمين حينما جمعوا الغنائم أخذ هذا ما تأخذ هذا لك حق لا يوجد لك حق. الله عز وجل نبههم وشدد عليهم كثيرا لأنهم كانوا منتصرين. الذي ينتصر ويستر منه خطأ ينبغي أن تشدد عليه كثيرا حتى يفيق لأنه قد ينسى خطأه لأنه منتصر. الله عز وجل حينئذ يكون عادلا يقول خلاص أنت نجحت ولكن نسيت هذا الخطأ يركز عليه كثيرا حتى يعود إليه رشده. ولكن المكسور التعبان المريض الذي قتل وجرح ولديه أخطاء لا ينبغي أن تشدد عليه كثيرا. خلاص هو أصلا أصابه ما أصابه عليك أن ترفع من معنوياته قليلا يعني تشدد عليه قليلا ليس كثيرا ليس مثل بدر. في بدر شدد الله كثيرا ولكن في أحد تشديد خفيف حتى لا ينسوا خطأهم ولكن لا داعي أن تضربه في الأرض لا داعي. هذا الفرق بين الاثنين. إذا زميلك أخطأ خطأ وله إيجابيات كثيرة حاول أن تشدد عليه حتى لا يغتر بإيجابياته. ولكن إذا أصابه مصيبة كبيرة ولديه أخطاء خفف عليه قليلا. مثلا الذي لديه مصيبة ميت وعنده أخطاء نحن نحاول أن ننصحه ولكن لا نشدد كثيرا. عنده ميت مسكين يبكي ولكن الذي عنده فرح ويعمل خطأ نشدد عليه حتى يفيق ويعود إلى رشده. تشتكيدن قالوا جماعته هوالته شاشتي كي كر غلطي كي كر ده حرب بدري ده مسلمان شاشتي كي كيماني كي كر أحد ده جكرن ده حرب بدري ده كيمانيا كمسلمان أكر خدا پر عاجز بجوان درسا كمازن داوان في تشتياني وچما وساكنو كر حقي وتنا واكنو بكر خدا عاجز بو. ده حرب أحد ده مثلا آدم ده خدا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
دبیجه اگر کو من بری ایزنا و ند او تشتێک وەکرد هەیە جەزاکی مازن منێ بداوە جەزاکی مازن ها قانونێکی خدا هەیە و قانونێکی ئینسانەتی هەواڵێ تەیە ئەوێ کو بسەرکەتیە گاوە کێمانی کاوی هەبە چاوێ خو نەگرش کێمانیاویرا بێژە وەرە براتە کێمانی کرێ و عاجز بەش زێدە پێرا معناویە نەکت نانکۆری تشتێوی باش نادینی نا معناوی براویان حیلەل خو نەکە ها شەیتانوی نەخاپینە شەیتان نەبێژە ئۆ تە تشتێ پڕ باش کریە لازمە تینکی عاجز ببی حتا چاوی بەبە لەورا سەرکەفتن کێفا سەرکەفتنە چاوێوی ئینسانێ گرتیە کێفا کوم قازانش کریە چاوی گرتی عیبێ خو نادینە لازمە چەند شیرقامێ باش لێکی چاوی بەبن هەشی وەرە سەری من چ کرد فقط ئینسانێکی گشخون کەتیە خوارێ پشتا وشکیایە نگی وشکیە سەری وشکیایە دە حربا ئوحودێدا مسلمان هاتن کەتە هەفتەی حەب شەهید پێغەمبەر بریندار وەرحاصل تیزا کێمانیاوە هەبوو ئەما خودەی عەزە وەجەل لە دەوێدا حسابێکی سبک جوان خەسلێدا بسەرێ واندا نەچوو شخۆن بەلا هاتیە سەریوی شخۆن مصیبەتێکی هاتیە سەریوی شخۆن دەردی مازنە ئەوی ئینسانێ هانێ ئیجاب ناکە کۆ ڕەبی عالەمێ دەها زێدە لەوان خە مثلا آيات بيروز خدات بيجا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم دبي هنك دو دنيا كتنيكي آخرته كتن وار حاصل بلاو مصيبات هاتن داويد ولقد عفا الله عنكم وعفو كرها بنيم وعفو كر دا بدري دا جو اگر صانبنا من عذاب داوه بدري دا جب غنيمت طوب كرن هناك گو مکم کری اویدی گونا منوبتا پیغمبر گتلو ممناتن اویدی گونا منه کشتا ون کارو بکرا بهف کتن دویدا دا اب احد دا ایجا وانا هاتن گوداریا پیغمبر نکرن جبونه وانا چو لبلاکم مصیبتا مسلمانات احد دا گرانه خدا اینکی حسابه کی سبک جوان خزیدا گو لقد عفو عنكم وعفو کرها اب دردا گو اگر کم بر ایزن ندابونه من عذابك مازن جوار بشاندا تهدیدک پر مازن لورا مسلمان غالب و مسر کردن احد مس فقیر کتن زرار کردن کشتن و هفته حب شهید پیغمبر برینده پیغمبر چقا خنجه چوبو یعنی درانی ویشکی اور حاصله کلام مصیبت اب خاط سری وی حمزه شهید کتی صحابی مازن کتنه کافر کیف و مواکنو بونه اب مصیبت هانه ایجاب نت کرد که رب عالم ده هزه دوان عرضه خیانه گفت اما تشبیر وانه کن هوا کیمانی کی کرد اما زیده بسروه دا نایمش کن درده تباسطه یعنی مثلا شخص کی بابی مریه دیاوی کری لای مریه کیمانی کی چیدوه هنه کی نصیحت لهم که اما زیده پیویس ناکتوان بلن که الحردقیش خون مریوی هیا جنازی هیا محزونه خماوی هیا دردو کلی هنن فقط یکی که دعوته کی بکه و دعوته خدا جیجا الله الله و کیمانی و زیده بن شون کیفای تمام تیجا بجدینه وره پیرا بخیده و نصیحت لاله بکه و دبی فرچه بابجه کی یعنی تیرای پیرا بخیده بره هشی وره سری بی اویا قانونه کی قانون نصیحته حوالت کیمانی وی بلا مصیبت هات سری وی کیمانی سفک جرا بجه لی اگر کو تشتی باش پر بن و کیمانی کی کرد او جا خنکی پیرا بجدینه عاجز بکه برا چعبی و بیانه لگورا نصیحته وی درس آخر مخالفة القائد ولي الأمر هذا كلمة ولي الأمر أحيانا نحن نطلقها على جميع من تولى أمرنا فاسقا أو صالما أو صحيحا وأولي الأمر منكم الله يقول منكم فعلينا أن لا ننسى كلمة منكم وهو يطيع الله فينا الذي يأمرنا بالمعصية لا نطيعه في المعصية ولكن ما استفدنا القائد هو النبي صلى الله عليه وسلم فمجموعة من الصحابة لم يسمعوا خطته في منهج الحرب إذا لم تسمع هذا سيصيبك وقد أصابهم لأنهم لم يسمعوا كلام هذا القائد الذي خطط للحرب الذي يخطط له عقل وله خطة وله منهج أنت هنا وأنت هنا وأنت هنا فهو يقول أنت هذا مكانك علي أن أعتمد عليك ولكن إذا أنت تخونني أو إذا لا تسمع هذا الخطة الذي نحن وضعناها سنؤتى من جهتكم وإذا أتينا من جهتكم خلاص سيصيبنا الفشل فهذا نصيحة علينا أن نطيع صاحب المشروع حتى لا يحصل بيننا خطأ ولا نفشل درس قادن جهداريا سروك ورهبر خويب عاقل بإيمان دبي امبيشن بروژه مزانن چنه دبي پلان آنه داته جهداريا ويبكي پیغمبر سروک بو هم پیغمبر خودی بو دبي حرب آنه داجي سروک لشکر کردید بین سروک لشکر قائده يعني عسكر ما اف سروک هانه پلان که حربه چکر جاكرا قوت الفر جاكرا قوت الفر جاكرا ليرا هاركي جي ويبيا تمام
وش هر کسی را گو بنه چحبه خو بکن ها دوی جیه تدا او کردید بجن موزید بجن چه جیه تدا سکنن جیه عسكر تدا سکن موزی یعنی جیه ام بجن انتظار تکن نقطه عسكري ام بجن دوی نقطه هانه دا برکس کی نیمه یکیش مرا گوته نقطه یکی عایدتش حجی را گوته نقطه دو عایدته نقطه سه عایدته گره از نقطه یکی امانت مکرنه و اوجی چون کاری هانه خبات خود که و اجی کتمه خو ها کابره هات جمعه چون اکاویا پشتا خو مگریدا پیلان حربی الگورا مچیکر کو از یکی ما اجی کتمه خو ماشاءالله ها امش دنیای نمایه پیغمبر جوان صحابی را دما کروان پنجی حبی را گو چاوه خو بکن ها برا عالی ودا کسکی نه در بل منخه جوان را گو ایوان انسان آنه گوداریا پیغمبر نکنه معنی کش خاله خستن فرداوی دا الگورا دلی خو گاوا تو هاکینو بکی دربا خوده تل مروات که به دفر داشتی درسا کم مازنه گاوا پیلان و پروژه کی هبه شخصی که گو اویا وظیفه من ازی بیکاری آنه بکم لازمه حتی دقیقه داویج کاری خود که حتی دقیقه چند ببرابه دنیا جی خرابه لورا اف نقطه امانت ته انا والله ازی هرم جیه کادی کیف هم الفرانات اجوی انسان عاجز من ازی هرم فرا کیف تننه او مازنه کفی پیلان آنه دانیه گوتی از دبیجم تلفرا بسکنه تاجی قبول کرد وی پشتا خوب تگریدا نه درسته کت حیله لبکی تی هر جهه کادی توی میدان والا بیلی او میدان هانه والا ما او سرکتنا کت دست مسلمان آدابو دست مسلمان چو مسلمان کتن و حساب که گیشتن پیغمبر جی بکشن خدا وی خلاص کر یعنی گیشتن جامعه علی جی خستن پیغمبر جی خستن سر چاویش کاندن کبر علی خستن شور الملی خستن تیرو کوان یعنی گیش درجه پیغمبر ور کشتن تکمانی بکی اوی درسانه ور سرته وكذلك أمر آخر ما استفدنا منه نحن نرتبط بالدين وبالله عز وجل ليس بالقائد ولا بالقدوة ولا بالإمام ولا بالشيخ ولا بأي آخر حينما انتشر خبر استشهاد النبي أو قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة تركوا القتال وجلسوا هكذا خلاص على ما نقاتل وقد قتل النبي ولكن أصحاب العقل والإيمان قالوا إن كان قتل النبي فالله حي لا يموت هل نحن نعبد النبي نجاهد من أجله أم من أجل دين الله عز وجل منهج النبي ودين النبي بيننا لماذا أنتم تستسلمون قوموا إذا كان النبي قد قتل فما قيمة الحياة بعده يلا فنذهب ونقاتل إذن المهم لدينا هو العقل والفكر ليس الأشخاص يذهب أحمد ويأتي محمد ويأتي علي ويذهب عمر ولكن الحق حق فعلينا أن نسير خلف الحق درس كادن كبر مهم ده حرب أحد ده خبر درکت گو پیغمبر هاتیه کشتن هاتیه کشتن مصیبت که مازنه نرحته ایروش مرا وان تشتامت بیشنش مرا رحتن عذر وجه هي عذر مجه يعني ام الفرن 1400 سال من نبي پیغمبر دیتیه من نه والتی پیرا کریه من نوی نور وجهی ندیتیه من ندیتیه ور حاصله کلام جمرا رحته وکا کم سیرو پیوازات خونه محسابیت کن اما اوان صحابی که پیغمبر دیتنه او خود کرن فدا جرا حرب احد ده چند حب صحابه شهید کردن لبر پیغمبر ساکنی بون ملت تیر زانن یعنی وقا ایرو فشکن به تیرا داویتن لپش داواند کرد او یک هفته پشتایی کردن دی جینا ما بون او قاویت سر پیغمبر چکی پیغمبر نبه او قصاب جه حست کردن خبر درکد اینکه اگه پیغمبر آتیا کشتن یعنی 4-5 حب زانن پیغمبر ساخه و کیدی صحابه بلا بون هر کی بجی کدا چه نزانن هنکی صحابه والله پیغمبر چو مالا مخرب سلاح خدانی ام چبک دنیا سر وان خرابو تشتي كش مرة مهمة هناك صحابية واكنوا ذهاب عقل مازن قوهاك پیغمبر هاتوا كشتن برا ورا كشتن ام چبال حياة مانه قيمة حياة ما چيه پشتي مرنا پیغمبر عادة اقام عبادات پیغمبر راتكن يم عبادات خودي راتكن عبادات خودي راتكن پشتي عبادات خودي رات كي پیغمبر ساقه ها مريا چه قيمة ايمايه دين خودي هي بله خدای ما هي هري امش دريا خودي دا بشاره هانت كن ها پیغمبر ساق ها پیغمبر مري قيمته فيها تنجمره ما دام پیغمبر ما دري كده چومر امش بري هانه دا بمرن يعني چه درسا كمازن والله انكيشا عقل وان هات سري وان شعبي وان والله راسته يعني ما قي پیغمبر بمر دنيا اخره بسر مدا لو ما وقت پیغمبر وفات كر هناك حضرت عمر واكنو بشكي عاجز بو فرداوي دا ابو بكر دركات گو كي عبادت محمد را كر گو محمد مر اي عبادت خديرات كر گو خدي ساخه شعبي بكر
هجا عمر شهاد سري والله راسته هجا وفاته پیغمبر قبول كرن يعني جمره مهم فكر نه شخصا والله فلان كس بمره مالا مخربو نا عيبه نا والله في الشيخ يتنبه مالا ما ولا في سروك دولتها ما تنبه امچون عيب لنا تشتري ساكنه ت بفكره كيفاتي قريدان فكره اكيد وبرابه الرياتتشه لو ما صحابي كشه وانها سر وان پاشه پیغمبر وفات کرد نسگنی ما شاء الله دنوا چند سالا دا نیوی دنیا فتح کرن يعني پیغمبر وفات کرد نورماله امر خدا هر پیغمبرات نه ته بمرن امش بمرن اما فكره اسلامي قرن امره وان صحابيه في درس هاني كرن امر اخر الرماة الذين اخطاوا كيف تصرف النبي معهم؟ خلاص عفى عنهم وسامحهم خلاص لم يكرر كثيرا ليس كل يوم تعالوا تعالوا أنتم عملتوا هكذا نحن خسرنا خلاص انتهى عفى الله عنهم وتسكر دفتر يعني خطأ حصل في يوم من الأيام في الماضي لا داعي أن تكرره كل يوم خذ العبرة وخلاص لا داعي أن تبهدل هذا الرجل الذي أخطأ خلاص انتهى انظر إلى أمامك ولا تنظر إلى الخلف فالرسول هكذا تصرف معهم على منهج العفو والمسامحة عفى الله عما سلف وعلينا أن ننظر إلى الأمام اوانی که کیمانی کرن پیغمبر چواکر صلی الله علیه و سلم بنی ایمه آنا حواله کیمه گروه کیمه شاشتی کی بکه حتی که ام بمرجع مالا اخراج کن ام جرات بینو سری يدخن و تفت کنه که وید بینو مالا اخراج کن اما پیغمبر وهانه کر صلی الله علیه و سلم خلاص شو بو شو يعني از چه بکم يعني و کیمانی کی کر بله مزرار کر بله تمام خدا و عفو بک و خدا ماجی عفو بک جارا کادی ام تشتکی وهانه کن چه پیوست ناکه کو از هرو دوباره بکم گرم بکم و میکروزانه چه میکرو اوون خارنه گرد هر خارنه تخلوی گرم کو دینه برا گرم کو دینه برا پیوست ناکه ایجاب ناکه ای جاوره وره يعني مثلا عادت ما میسانه تشکی چه به هر گاف هرت فلان کس وهانه کرا وهانه دو هرت جار کی گوز هر شعب مخصم مفهم که حفطه تجاره قادي توهانه کرا لا حول ولا قوه الا شو تمام فایده نهیدی پیغمبر جی يعني خلاص خدا ما عفو بك وكيماني كي كر فايده قوتنا زيدتنا فايدتنا يعني تشبكي يعني پیغمبر هرو حاشايوان تفك سرچوان حاشايوان قي حمزه ساق ببه نو قي درانه پیغمبر بك وجيبي نو خوينا كش پیغمبر تجار قديم که وجانوي نو هفته صحابه ساق ببن نو شو ايجاب ناكه هر گاف تکرار و رزيل بكي تفكي سرچا ايجاب ناكه شو كيماني كما كر خدا عز وجل ما تفع عفو بك وخدا درسك ما ظن كنسيب أمر آخر أيها الإخوة الأفاضل ما أصاب المسلمين في أحد وما أصاب المشركين في بدر تلك الأيام دول نداولها بين الناس يوم لك ويوم عليك لا تنسى هذا لو نصر الله لو أيد الله المؤمنين في كل معركة لدخل في الإسلام منافقون كثيرون ولكن الله عز وجل أحيانا يبتليهم حتى يبين الصادق من الكاذب صاحب المبدأ وصاحب المصلحة من دخل في الإسلام للمصلحة ومن دخل في الإسلام إيمانا واعتقادا بعظمة الإسلام وبأحقيته لذلك أصاب المسلمين ما أصابهم في أحد فخرج بعض المنافقين وأخرجوا رؤوسهم هذا الإسلام هكذا والذين خافوا من المسلمين بعد بدر بدأوا يمدوا يدهم إلى المسلمين بعد أحد وهذا ما سنتكلم عنه في الجمعة القادمة إن شاء الله في الدرس القادم إذا هكذا أحيانا يصيبك مصيبة حتى ترى الصادق من الكاذب ترى المؤيد الحق والمؤيد من أجل المصلحة حتى لا يدخل في الإسلام أصحاب المصالح والمنافع وفي يوم من الأيام تحتاج إلى المخلص لن تجد أحد تعطي الأمر أو تعطي القيادة لرجل تظنه مخلصا ولكن يخرج بأنه منافق ولكن الله يبتلي المسلمين حتى نرى دائما المخلص والذي هو غير مخلص حتى لا نعطي القيادة للمنافقين وأصحاب المصالح درسك مهمة دني قالوا جماعته طبعا تشتي خواده چهد که قانون خواده پیلان و پروژه خواده هنه سیستم وی دنیا هنه تف پیلان و پروژه نه تشتکی وی دنیای دا به پیلان و به پروژه چه نابه مثلا عور جوان عور چه بنی که رطوبت لازمه بخار لازمه پشت وی عوری هنه چه بو با لازمه ابای هنه دبه جیه که دبه دوار حاصله کلام گرم و سار لام که حتی باران تخواره قانونه لو مثلا ام جبونه بزوجن زارو که ما چه به عولی گر ظلام مازن به جن مازن به هف ناس که نکاح خود که ور حاصل نهمه پاشه
سالێک پاشێ خودێ زارۆکێکی داوە قانونێکی خودێ هەیە سەرکەتنجی قانونی هەیە بنکەتنجی قانونی هەیە لە حربا بەدرێدا خودێ ئالیکاریە مسلمانە بێ معنە و بێ حکمت نەکرد مسلمانە وەزیفە سەدی سەد کرد داویە گویا ڕەبیش دەستێمە ئەڤ هات خودێژ ئالیکاریە وان کرد لە حربا ئوحودێدا مسلمانە زرار کرد ئەف زرارە هانێ نەک خودێژ مسلمانە عاجز ببوو مسلمانە کێمانیکی کرد خودێژ جەزاکی داوان پیغمبر سر عولی بسرکت اف سرکتنانش نک بلا پیغمبر بو خدای گو ملائکت نوار یلا لا علی کاری محمد بکن نا پیغمبر وظیفه خل گوره شرط حربه ان پیلان خوش دانی ان پیلان و پروژه باش بسرکت اف کتن رابونا هانه کتنجی ریاوی هيا رابونجی ریاوی هيا اف یا قانونک یمزان بن لی حکمتک جوی حکمتک مسلمان ده بدر احد ده ضرار کرن خدای ده بجا دنیا بدوره لو بكرديت بيجن الدنيا بدورة نبزورة يعني روكي اشترى روكي جمرة روكي دستة روكي دستة من مسلمان ده حرب بدري ده بسركتن پشت بسركتن قال لك إنسان كتن إسلامي وان منافقي مكة مدينة وما كان جرى بحثا وان كر اوان سيصاد حبي كنت أحد ده زفرين أو منافق بون فقط جبوني مسلمان بدري ده ترسيان قوتن أم مسلمانا أو كتن نبا مسلمانا جبوني إنسان منافق ورا برچعبات زانبی که منافقه جارنا لازمه مسلمان بکبن خواره جارنا لازمت نخوش بکبی تدی ام عادته کی ما کرده هه خبردان کی امد بیژن نبیجه دوستی من پرن حتی که از نکبم کتی کی دوستی فی وقت زانی نبیجه برادر من هنه حتی که از فقیر نکبم تفقیر کتی پریت تنن وی وقت تماشا که دوستی کینه کی حوالته الجحت زانی یعنی اگر کو هرگاه مسلمان بسر بکتنا قال لك انسان بکتنا اسلام او تبش بونه پرا جبونه کرسی کی جبونه منفعته کی او دروجه تنگ دا کسکیتنه ای وقت هانه حق او باطل کت ناوهف ظلام و نظلام باش و خراب تفت بون وکهف تدی زیر هيا او تشتكي زیر وکا زیر هيا جبونه جهف در کبن دجانا قرأت تشتكي بكي حتى تظانبي كي زيرا وكنز كي زيرنا يعني اوان امتحاني يعني جبونكو ام در بدينم شعبي خو كي مسلمانه كي خدي ايمانه او كي مسلمانه كي خوي منفعته كي جبونه منفعته بيا مسلمان كي جبونه خدي بيا مسلمان پشت حرب احد جارك ديوانه كجبونه منفعته ونا مسلمان سري يقدر خستن سري وانا دركت موانديت بريا احدش فاش ارتبو موان ناس نذكر يعني جانا قرا مصيبات كي ورا سرته حتى دوستا زانبي اما كارو كارته خوش شو ما شاء الله شو في وقت نزاني كي راسته وكي نراسته وزراره كمازن دوي دايه لو ما خدای عز وجل القرآن داد بجام امتحان بكن حتى مزان من كي راسته وكي نراسته امتحان لازمه ابي امتحانات تسري عائلكي تسري جندكي سري بارتيكي سري جماعتكي سري دولتكي سري امتكي امتحانات جبونه امزان بن كي منافقه وكي منافقه كي راسته وكي نراسته كي خاينه وكي نخاينه كيش تحسك كيش تحسناك يعني هرو بريت هبن لدورة صدحه بانسان هنا اگرت زانبی حیرا کی دوستای راسته و کی دوستای پرایه ایرو کی فقیر بکوی تماشات کی جوی صدی پنجی حبچونه تبجه الحمدلله مش ذكر بوتا بيها حواله منها مذكرها بشتاق بيقريدا مذكرها بوتا دوستي مني ما اف دوستي هاني اجنبي افيا دوستي هاني بيه مذكرها بوتا حيره ولا تتيخ مازني بي تشتي هاني ها في انسان هاني بونا مازن وصبرت تنگای کبچوک چه بونا دین و ایمان تا بفروتاش بونه پرا باشه من نداوان يعني امتحانك برمزن جي امتحان احد اوه انسان منافق و انسان نه منافق آشکارا ببن بلی ببن افياجي درسك مزنه درسك الهيه خدای عز وجل وان درسات دمه رب عالمي وان درس يعني عقل ما دبدا سكناندن امج تاريخ اخو عبرت بكرن درس بكرن بلان و بروجك باش بون روجي هاتيش خابدن شكرن رب عالمي معفو بك رحمه خلما بك قني ماجي عفو بك ان شاء الله جنة خشي بك نسيب ما الى ان نلتقي في الجمعه القادم ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.